بلاك فرايداي بيبقى من أزحم الأيام في أمريكا وأوروبا، واللي بالوقت بدأ ينتشر في الوطن العربي والعالم كله. كل المحلات بتبقى عاملة تخفيضات بتوصل ساعات ل 90%، لدرجة إن الناس بتبقى بايتة من الفجر قدام المحلات في طوابير طويلة علشان يلحقوا يشتروا حاجاتهم. لكن إيه قصة اليوم ده أصلاً؟ وليه سموه الجمعة السوداء؟ التاريخ بيقول إن اليوم ده مرتبط بالأوضاع المالية والأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي حصلت في أمريكا سنة 1869. اللي حصل إن اتنين من رجال الأعمال اللي كانت سمعتهم مش ولا بد حبوا يستنصحوا ويشتروا أكبر كمية يقدروا عليها من الذهب، على أمل إن سعره يزيد ويحققوا منه أرباح خيالية. لكن على حظهم في الجمعة دي الرئيس يوليسيس جرانت عرف كل الخطط اللي كانوا راسمينها وبوظ لهم كل حاجة. فطبعا سوق الأسهم انهار بطريقة ما حصلتش قبل كده، وتسبب في إفلاس آلاف من الأمريكان. وقتها حصل حالة خمول للبضاعة، لا بقى في حد عارف يبيع ولا يشتري. فالدولة وقتها ما كانش في ايديها اي حاجة غير انها تعمل تخفيضات مغرية جدا على كل المنتجات. وفعلا بعدها رجعت الناس تبيع وتشتري مرة تانية. طب كل اللي بيحصل ده حاجة حلوة جدا، ليه بقى اسمها الجمعة السوداء؟ الاسم ده ليه قصص كتير، زي ان مثلا في ناس معتقدة ان الشركات بتفضل طول السنة تخسر لحد ما بتيجي اخر جمعة في نوفمبر، وبسبب التخفيضات ده بيخليها تحقق مبيعات عالية، وهنا بتوصل الشركات للمنطقة السوداء. أما بقى القصة المشهورة قوي حصلت في أواخر الخمسينات في فيلادلفيا. وقتها حصلت فوضى بسبب عدد كبير من السياح اللي جم من المدينة علشان يعملوا شوبينج في الأجازة. فطبعا الدنيا كانت فوق بعضها في الشوارع وقدام المحلات. طبعا اللي حصل ده صعب الموضوع على الشرطة وخلى السيطرة على الناس تخرج بره ايديهم. حتى بعد ما اشتغلوا عدد ساعات أكبر برضه ما قدروش يسيطروا على الزحمة والمرور وغيرهم. ده اللي خلى الشرطة تسمي اليوم ده الجمعة السوداء بسبب الظروف السوداء اللي عاشوها. وبمرور السنين بدأ المصطلح ده يبقى مشهور قوي في فيلادلفيا. بس نظرا ان اللي بيحصل ده حاجة كويسة مش وحشة، فحاولوا التجار انهم يغيروا الاسم، وفعلا بدأوا يقولوا على اليوم ده الجمعة الكبيرة. لكن بعدها تظهر قصة تانية كده أوحش وأوحش من اسم الجمعة السوداء. الأسطورة بتقول إن في الثمانينات شوية ملاك من جنوب أمريكا كانوا بيبيعوا عمال بسعر رخيص. الحكاية دي خلت ناس كتير جدا تقاطع اليوم ده وما تنزلش فيه، لكن بعدها اتضح ان الأسطورة دي ملهاش أي دليل ولا أي أساس من الصحة. وبالوقت عرفوا التجار في أمريكا يوصلوا الحل علشان يحسنوا صورة الجمعة السوداء ويخلوا اليوم ده مليان تفاؤل وإيجابية. فبدأوا ينشروا فكرة إن في اليوم ده المحلات بتحول الخسارة اللي تعرضت لها طول السنة لأرباح كبيرة جدا، وده طبعا بسبب عدد الناس اللي بيروحوا يشتروا. وفي البلاد العربية مثلا بدأوا يقولوا عليها الجمعة البيضاء، واللي خلاهم يغيروا اسم الجمعة السوداء إنهم شايفين اللون الأسود ده حاجة بتعبر عن التشاؤم والزعل، وده طبعا حاجة بتتعارض خالص مع الحدث اللي بيحصل، لأن الناس في اليوم ده بتبقى مبسوطة بالخصومات. وبقت آخر جمعة في نوفمبر، اليوم اللي بيجي مرة واحدة بس في السنة، شيء مقدس عند الناس في العالم كله، لدرجة إن في ناس ممكن تأجل أغلب احتياجاتها المهمة طول السنة علشان يشتروها بسعر مخفض. وزي ما اليوم ده بيبقى مرهق جدا على كل الناس، سواء العمال أو الناس اللي بيشتروا أو حتى الشرطة اللي بتحاول تسيطر على الزحمة والخناقات والسرقة، لكن ده ما يمنعش إنه بيفرق جدا في دخل التجار، وممكن شركات تحقق تارجت سنة كاملة من خلال البلاك فرايداي.